بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم محمد صقر. هنتكلم النهارده ان شاء الله في المحاضره الرابعه من مناقشه الريفت المعماري. هنبدا النهارده نفتح مشروع جديد. هنا من قائمه بروجكت هنبدا نفتح نيو. هيطلع المستطيل الحواري ده. هنا بيطلب مني الديفولت مترك اللي هو الفايل التمبلت اللي انا ببدأ اشتغل عليه زي ما اتفقنا قبل كده، وفهمنا الفرق بين التمبلت والبروجكت. هنا بفتح من براوز، ابدأ اختار فايل التمبلت واشوف انا مسيبه فين على الجهاز، وابدأ اضغط عليه دبل كليك بيبدأ يفتحه لي. هنا اسمه الديفولت مترك، والديفولت مترك ده زي ما قلنا قبل كده ان في مجموعة من اليوزرز للبرنامج هم اللي بدأوا حطوا فيه الاعدادات المسبقة اللي انا ببدأ اشتغل من خلالها. هنا بيقول لي كرييت نيو بروجكت ولا كرييت نيو بروجكت تمبلت. طبعا احنا فهمنا الفرق بينهم. هبدأ بروجكت كرييت نيو بروجكت اقول له اوكي. كده بدأ فتح معايا المشروع. مكتوب هنا فوق في العنوان هنا بروجكت 1 فلور بلان ليفل 1. هنا دي اليوزر انترفيس بتاعت البرنامج. الجزء اللي فوق ده الكويك اكسس بار، وده الريبون. تمام، الجزء ده كده كله اسمه الريبون. ده الجزء اللي انا ببدأ ارسم منه. هنا البروجكت براوزر، وهنا البروبرتس، وهنا البيج ار. الجزء ده اسمه الريبون. الريبون بيتقسم لمجموعة من التابس، كل تاب بتتقسم لمجموعة من البانل، كل بانل فيها مجموعة من الأوامر. يعني هنا architecture تاب فيها مجموعة من البانلز: build بانل، circulation بانل، model بانل، room and area بانل، opening بانل، structure تاب، system تاب، insert تاب، annotate تاب. دي مساحة الرسم اللي انا ببدأ ارسم فيها. اول حاجة عشان ابدأ ارسم مشروع جديد، اول حاجة ببدأ اظبطها الليفلات او المناسيب اللي انا ببدأ اشتغل عليها. تمام، ازاي اظبط المناسيب؟ ببدأ اظبطها هنا. بدخل في الواجهة دبل كليك على الواجهة elevation هنا بروجكت براوزر، وببدأ اشوف المناسيب بتاعتي. هنا ليفل 1 على 0، وليفل 2 على 4 على ارتفاع 4 متر. هنا اول حاجة ببدأ اظبطها لما ببدأ افتح مشروع جديد هي الوحدات او اليونتس. ازاي اخليه يشتغل بالمتر او بالسنتي؟ عشان نظبط الوحدات في طريقتين. الطريقة الاولى هنا من مانج تاب settings بانل بروجكت يونت. تمام، ببدأ اخش هنا في اللينث، اظبط من هنا الميترز، وهنا 2 decimal places، اقول له اوكي. اوكي كده بيبدأ البرنامج يشتغل معايا بالمتر. الطريقة التانية طريقة الاختصارات او الشورت كات. هنا احنا عايزين يونتس يبقى اختصارها يو ان من غير انتر، وبرضو هنا برضو مترز وهي مظبوطة على 2 decimal places زي ما ظبطناها كده. انا ظبطت الوحدات، هو بيبدأ يشتغل معايا بالمتر. هنا بخش في ايست في الواجهة هنا من الاليفيشنز، ببدأ اظبط المناسيب اللي عندي. هنا زي ما قلنا ليفل 1 على منسوب الزيرو، هنا ليفل 2 على منسوب 4 متر. تمام، لو عايز اغير مثلا منسوب ليفل 1 ببدأ زوم عليه كده واضغط دبل كليك على المنسوب او على الارتفاع، وابدأ اغيره اخليه مثلا 45. كده بدأ معايا اهوت يبقى المنسوب 45. لو عايز اغير اسمه بضغط عليه دبل كليك على الاسم. تمام، بدأ فتح اهوت معايا الاسم. ابدأ اغيره اخليه مثلا خليه مثلا 00 جراوند. هنا بالمستطيل الحواري دوت بيقول لي انت عايز تخلي الاسم ده موجود هنا في البروجكت براوزر برضو، ولا مش ولا عايزه يبقى هنا باسم وهنا باسم. لو قلت له اوكي بدأ غيره لي اهوت. هنا بقى 00 بقى 00 جراوند. تعالوا كده نشوف ليفل 2. لو خليناه مثلا 01 فيرست، هنا هيقول لي عايز تغيره برضو ولا لا. لو قلت له لا، هنا بقى اسمه 01 فيرست، وهنا ليفل 2 ما اتغيرش. نعمل تراجع كنترول زد. لو عايز ابدا اضيف مناسيب او عايز ابدا اضيف ليفلات معايا، هنا من architecture تاب datum بانل، واضغط ليفل. تمام، بدأ هنا بيرسم معايا المناسيب. هنا السناب بتاع البرنامج. الطريقة الأولية اللي هنرسم بيها المنسوب طريقة بدائية جدا، وهي مجرد ان انا بقف هنا بشوف مثلا انا السناب بتاع البرنامج شغال معايا. لو عايز ارسم مثلا على ارتفاع 5 متر، وبفضل بقف على سناب 5 متر وابدأ اشد. بدأ رسم المنسوب معايا بكل بساطة. لو عايز ارسم مثلا، لو عايز ابدأ ارسم هنا مثلا على ارتفاع 32، ببدأ برضو اشد اهوت. لو عندي مثلا عمارة سكنية 30 40 دور، طبعا الموضوع ده هيكون ممل جدا. هنبدأ نخش ليفل. تمام، ونبدأ نختار بيك من هنا. هبدأ اختار من هنا من اوفست. اقول له انا عايز الاوفست بتاعي يبقى
3 متر مثلا، او ارتفاع الدور عندي ارتفاع الليفل 3 متر، وابدأ اقف هنا. مجرد ان انا وقفت اهوت بيبدأ ياخد معايا خط الدودت دوت. تمام. مجرد ان انا بقف بيبدأ يختار معايا اهوت خط الدودت ويبدأ يرسم المنسوب. مجرد ان انا اضغط كليكاية هو كده رسم معايا المنسوب اهوت، كل شوية اضغط بك يرسم لي منسوب، والمنسوب بيظهر معايا هنا في الفلور بلانز في البروجكت براوزر. تمام. طبعا انا لو شديت لتحت هيبدأ يعمله معايا لتحت، شديت لفوق اهوت بيبدأ يعمله معايا لفوق زي ما انا عايز. كده احنا ظبطنا المناسيب في المشروع، وبكده تكون انتهت المحاضرة الرابعة من ورشة الريفت المعماري. السلام عليكم ورحمة الله.